اللي بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتشكيك في كل شيء في الدولة. الحقوا الجيش استولى على كل حاجة في البلد، الحقوا حصل كذا، الحقوا الجيش عمل كذا، دون قراءة صحيحة للأوضاع. ومن ثم أنت تريد أن تحمل جيش مصر مسؤولية الأوضاع المتردية. ده الهدف. ليه؟ لأن جيش مصر في الفترة الماضية كان دائما، يعني فترة النظام الأسبق نظام حسني مبارك، كان في خطوة للخلف. نعم كان له مشروعات وغيره وغيره، لكن كان دايما ليس وثيق الاحتكاك بالحياة المدنية. الجيش الآن يتصدر المشهد لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية باتت صعبة للغاية، فالجيش أخذ على عاتقه أعباء جديدة حتى يمكن بالفعل انتشال المجتمع من المشاكل المزمنة التي يعاني منها. البعض استغل ده، البعض حاول يحمل القوات المسلحة مسؤوليات أمور هي بريئة منها، ومن ثم بدأنا أمام خطة معينة لها عناصرها اللي بتتحرك من كل اتجاه. الاعترافات كانت واضحة، ولكن الأهم من ذلك إن احنا قدام مخطط قوامه. نمرة واحد أن هناك تحديات من الخارج. هذه التحديات من الخارج لا تستهدف مصر فقط، ولكنها تستهدف الساحة العربية كلها. بس قبل ما ننتقل لحضرتك، والحقيقة ده برضو مرتبط باللي كنا بنقوله في المقدمة، يعني ما جاء في هذه الاعترافات والمستندات فكرة التخطيط، يعني فكرة المدى الزمني انه خلال 30 يوما نستطيع ان نخلق هذا المناخ اللي يؤدي بينا في تاريخ معين 11 نوفمبر لقيام ثورة، يعني وفق هذا الوهم. فكرة الانتشار في المحافظات، وانه يعني كل خلية موجودة في محافظة مستغلة المكونات الرئيسية للحياة اليومية. نتحدث عن خبز، نتحدث عن وقود، نتحدث عن خدمات كصحة وغيرها، ويعني بس السم فيما يتعلق بهذا. وفكرة مرة أخرى الحديث عن تفجيرات محدودة، عن حرائق، عن استغلال حوادث القطارات وما إلى ذلك. هذا الفكر كيف نقرأ ما بين السطور؟ أنا عايز أقول لك إحنا عاملين في نواب مجلس النواب عاملين حملة اسمها مع الناس، بالتنسيق مع وزارة التموين وبالتنسيق مع وزارة الصحة وعدد من الوزارات الأخرى. بننزل بالمواد التموينية في الشارع. يعني أنا جاي لك، كنا النهارده في التبين والحكرين، وقبل كده كنا في قنا، وزملاء لينا في محافظات أخرى بدأوا أيضا يتحركوا وبننزل للناس. عايز أقول لك نبض الناس في الشارع، نبض الناس في الشارع حاسة بالغلاء وحاسة بالمشاكل. والله النهارده وأنا في الحكرين في منطقة الحكر البحري على وجه التحديد، وبقول كلام الناس سمعاه، واحد بس حب يتكلم يعني بيقول أصله مش عارف الأسعار وبتاع، واحدة ست غلبانة جدا قالت له والنبي اسكت، احنا مستعدين نتحمل كل شيء بس بلدنا تبقى واقفة على رجليها. اي مخططات تستهدف هذا الوطن ستتحطم على صخرة هذا الشعب العظيم خط الدفاع بتاريخه. انسي ان الناس تنقاد مرة اخرى وراء الفوضويين والكذابين واعلامي الزفة والذين يريدون ان يدفعوا البلاد الى مرحلة جديدة قوامها الفوضى. والمخطط ده عنوانه الفوضى بالاساس. حط شهر شهرين 10 سنين لن يستطيع الاخوان او غيرهم ان يجبروا المجتمع. نعم النهارده طبعا كنا موجودين النهارده مع حملة مع الناس، وقررنا ان احنا ننزل في كل المحافظات. النواب كلهم تكاتفوا الحقيقة مع بعض وقالوا احنا يعني سلع مخفضة توفرها سلع مخفضة. يعني مثلا احنا ولا منافذ جديدة، يعني مثلا كيلو السكر بننزله ب5 جنيه بيتباع بره بحوالي 9 جنيه، كيلو الرز ب4 جنيه ونص، وازازة الزيت بحوالي 8 جنيه وربع متوسطة. اوراق الفراخ ب9 جنيه ونص وبيتباع بره ب24 جنيه، الفرخة ب20 جنيه وبتتباع بره ب24 جنيه. فبنحاول نبقى موجودين مع الناس ونتكاتف معاهم ونتواصل معاهم بحيث على الاقل نبقى موجودين كنواب. ايضا سيد وزير الصحه وعدنا انه هينزل معانا قوافل طبيه في كل المحافظات، هينزل معانا النواب للمناطق المحتاجه لده ونعمل كشوفات وغير ذلك. النبض بتاع الشارع المصري محصن من التعرض
لهذا التلوث الذي يريدون زرعه في دماغ المصريين. لا، انسي، ناس فاهمه واعيه بابعاد المخطط. امريكا او غيرها تريد وتستمر، واحنا بنشوف الاعلام الغربي كيف يتعامل مع مصر. احنا بنشوف القانون اللي طلع في الولايات المتحده الامريكيه اللي اصدره الكونجرس الامريكي ضد المملكه العربيه السعوديه كبدايه. يعني حجم التعويضات المطلوبه من المملكه العربيه السعوديه 3.3 تريليون دولار. المبلغ الموجود هناك 750 مليار دولار. فقيسي على ذلك، ودي بدايه، لان هو بيقول لك 15 من سعوديين و2 اماراتيين وزعيم المجموعه محمد عطا المصري وواحد لبناني، وقس على ذلك. الى اين تريد ان تدفعنا امريكا والكونجرس الامريكي وكثير من الدول الغربيه؟ نعم، تريد ان تدفعنا جميعا الى مرحله جديده يحدث فيها انهيار في العالم العربي. لان السعوديه اذا حدث لها شيء بالتاكيد ستؤثر على الامن القومي والامن الخليجي فورا. هو من الذي يتبقى في الامن القومي العربي عندما نتحدث عن السعوديه ومصر ليتلو هذا؟ احنا شايفين العراق حصل فيه ايه، شايفين سوريا حصل فيها ايه، شايفين ليبيا حصل فيها ايه، شايفين اليمن حصل فيه ايه. لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نبقى صامتين امام مثل هذه المخططات التي تستهدف الامه بلدا بلدا. مصر المخطط ماشي، والرئيس السيسي لما اتكلم اكتر من مره وحذر من ان المخطط لم ينتهي بعد كان صادقا. الرئيس السيسي لما قال ان الجيش المصري يستطيع الانتشار في 6 ساعات ما كانش بيوجه رساله للداخل، كان بيوجه رساله للخارج الذي يريد ان يدفع بمتآمرين عبر الحدود الغربيه، عبر سيناء، عبر مناطق كثيره ومتعدده، عبر الجنوب ناحيه السودان. فالبلد مستهدف. احنا الان امام قوى امنيه تتابع، يعني حتى الحادث الاخير بتاع المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، لما تشوفي تخطيط الحادث زي ما اتقال انه لا يمكن ان يكون ده صناعه محليه. هذا فعل خارجي، ناس اتدربت بره على كيف تضع المتفجرات في السيارات. تشوف السياره اللي جابوا الموتور من ناحيه والشاسيه من ناحيه، يريد ان يشتت قوة. فعلك ان احنا في الفتره الجايه نتعرض لمخاطر، ولكن ليثق الجميع ان مصر ستعبر هذه الازمه زي ما عبرتها في التسعينات. لان اراده هذا الشعب واراده هذا الجيش ان تكون الخطوه للامام وللتنميه وللبناء. بالتاكيد. فكره الانتقال بقى، يعني اعتقد تجاوزنا فكره الانتقال زي ما قال الرئيس، البلد البلد دي ما تنفعش تبقى لاجئ.